السلام عليكم. انا شفت فيديو بيتكلم عن ايه احط لك حاضر يا يوسف 6 7 8 عين. بيتكلم حاضر يا حبيبي، كله عين. بيتكلم ايه؟ واحده عماله تتكلم ايه، شغاله في الحضانه. ما بيغسلوش اللانش بوكس. ايه كده طريقتها يعني. كمان رقبه الاطفال بتبقى وحشه، هدومهم مش عارفه ايه. طب اللانش بوكس الحاجه بتبقى ازاي؟ اولا ما صدقتش ولا كلمه. فانا كتبت يعني انا بشوف فيديو مش بقتنع بيه، فبسيبه وبقلب يعني، حتى ما بعلش تعليق سلبي ولا تعليق حلو ولا اي حاجه. بس بعد كده يعني دخلت وقلت لها انا مش مصدقه، والناس بتقول معقول ومش عارفه ايه. لا مش معقول، مفيش هتعمل كده. هو ايه ده؟ ايه مش هتغسل اللانش بوكس؟ مش هتنظف عيالها مثلا؟ هتسيبهم يا عيني يمرضوا ويجي لهم امراض والكلام ده كله؟ لا ما فيش. وفي ناس كمان بتقول ايه افكار للانش بوكس وكده، فانتي الافكار والكلام ده كله ما فيش. يعني انا عيالي مثلا ما بياكلوش المربى، الحلاوه، ايه تاني، الشوكولاته، سندوتشات، ما بياكلوش كل ده، حتى الجبنه. وانا كمان منع اللانش، هم بيحبوا اللانش بس انا منعاه طبعا. فايه مختصرة على ايه؟ على البيض والبطاطس وخلاص. بيض وبطاطس بس. لما يكون فايض معاهم اكل مثلا من الغداء او حاجه، اروح حاطاه بدل البيض. ليه؟ لانه ما بياكلوش. فانت على حسب طفلك بياكل ايش وفيه بياكل ايه واعمله له. يعني مش ما زائد بقى ايه، عندك فاكهه حطي، ما عندكيش حطي شويه خضار بقى، سواء خيار او اي حاجه يعني. تمام. وحاولوا ما توروش، يعني انا عارفه اللانش بوكس موته هتيجي. وهتعملوا حاولوا ما تظهروش اكل عيالكم لحد. ما تظهروش، مش عشان ترند او كده ما تظهروا الاكل، لا. فانت اختصري في اللي هو ايه، شوفي عيالك بتحب ايه واعمليه. خلاص. في رعاية الله، ومش اي حاجه تتقال يعني تصدقوها يعني. يعني انا ما تصدقوا ان هي وغسلت مش عارفه ايه وعملت ايه. ما علينا، ربنا يهدي. ولو هي صادقه يعني ربنا يسامحني. السلام عليكم.